هنبدأ حلقتنا مع أحمد سنبل في دينك حياتك على راديو في السكة. مساء الخير على كل مستمعينا مستمعي راديو في السكة. معاكم أحمد سنبل وبرنامجنا المتجدد دينك حياتك. أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجد وحشتوني كتير، بقالي حلقتين ما ظهرتش معاكم، والفترة دي نتيجة ان احنا كنا بنجهز المقر لراديو في السكة، والحمد لله ربنا وفقنا سبحانه وتعالى ان احنا عملنا المقر عشان نطلع لكم بأحسن جودة في الصوت والتسجيلات، وان شاء الله نستضيف العلماء الأجلاء معانا وتقدروا ان انتوا تسألوهم على الأسئلة اللي انتوا عايزينها في الدين. انا كنت سايبكم المرة اللي فاتت عند حديث مهم جدا في كتاب الطهارة، وهو الحديث دوت 5 حاجات مهمة جدا في حياتنا. النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عنهم وقال حديث عنهم اللي هم يعني الفطرة 5 حاجات من الفطرة اللي لازم نحافظ عليها ولازم نكون مهتمين بيها جدا، عشان ديت مهمة جدا. هنبتدي بالحديث. صلوا بنا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. تاني هقوله تاني وركز فيه قوي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. أنا شايف إن الحديث صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا شايف إن الحديث مفصل بعضه، ولكن نحن برضو هنقدر نفصل ونتكلم بصدر واسع عشان الكل يفهم المعاني اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، واللي هي موجودة في الكتاب تيسير العلام. أول حاجة هنا قال لنا المعنى الإجمالي. يذكر أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 5 خصال من الدين الإسلامية والتي تميز المسلم عن غيره، التي فطر الناس عليها، فمن أتى بها فقد قام بخصال عظام من الدين الحنيف. وهذه 5 المذكورة هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل، وهي من النظافة واللي بتخلي ان الإسلام، لما احنا بنقول النظافة من الإيمان، لأن الإسلام بيحب الإنسان يكون طاهر ويكون نظيف وشكله جميل، وديت الحاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمها لنا دايما. أول حاجة قلنا الختان، وهنا الختان العلماء اختلفوا فيها للرجال والنساء ولا الرجال بس، فهنعرفها. بس هي بداية الختان بيكون للرجال، ده أهم حاجة، ده الأساس، اللي هي قطعة قلفة الذكر الذي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح. الإنسان الرجل أو الذكر لما بيتولد بيبقى فيه قلفة، أو بنقول عليها يعني جلدة زيادة على الذكر بتاعه، فبنروح عند الدكتور وهو بيشيلها بطريقة معروفة. يعني في بعض الدول وفي بعض الناس ما كانوش بيعملوا الحاجات ديت، ولكن عرفوا من الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال لنا عليها من 1400 سنة، عرفوا قد ايه ان الحاجة دي لازم تتشال، لانها بتسبب امراض وبتجيب نجاسات واوساخ، فطبعا لازم تتشال عشان تحافظ على الانسان وما تسببلوش اي ضرر. تاني حاجة اللي هي حلق الشعور التي حول الفرج، سواء كان قبلا أم دبرا، لأن بقائها في مكانها يجعلها معرضة للتلوث بالنجاسات وربما أخلت بالطهارة الشرعية. احنا قلنا الختان عرفناها. تاني حاجة تاني حاجة في الحديث الاستحداد. الاستحداد بيكون يوجد بعض الشعر سواء في الفرج أو في القبل والدبر تمام. فطبعا لابد من إزالة هذا الشعر لأنه يسبب التلوث والنجاسات، فلازم نشيله عشان
حتى لا يخل كمان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا بيها عشان لا نخل بالطهارة الشرعية. ثالث حاجة قص الشارب الذي بقاءه يسبب تشويه الخلقة ويكره الشارب بعد صاحبه وهو من التشبه بالمجوس. أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث دوت لما قال لنا قص الشارب، ليه؟ عايز يخلينا دايما مختلفين عن يعني عن الديانات كلها. فطبعا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو ان احنا نعفي اللحية، والسيدة عائشة رضي الله عنها لما كانت بتقول اللحى زينة الشباب، واحنا سبحان الله حتى دلوقتي بقينا شايفينها موضة طالعة ان كل الشباب بقى يربي دقنه، هو بيبقى واخدها ان هي موضة وكده، بس هي من الاصل السنة. دايما هتلاقي ان السنة سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيرجعها واحنا مش حاسين. احنا طبعا بنمشي في طريق غلط، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيرجعها لنا جايه لنا. وبرضه مشكلتنا ان احنا بناخد كل حاجه من الغرب، يعني الحاجه عندنا وشكلها الجميل حلو عندنا وبنيجي ناخدها من الغرب. يعني ايه؟ نيجي نربي اللحيه بتاعتنا، الناس بتنقد على اللي كانوا بيربوا اللحيه. دلوقتي بقى كل في شباب مربينها بطريقه شيك وجميله، وفي شباب مطولينها بطريقه مش حلوه ويقول لك هي دي الموضه. لا طبعا لازم بطريقه حلوه وجميله. فمن الحاجات اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليها ان احنا لابد من قص الشارب اللي هو الشنب، لانه او يعني نحلقه حتى لو هتسيبه حاجه بسيطه يبقى شكله حلو ولا ينزل على الفم. فمثلا وانت بتاكل او الشعر بتاعه يكون في الفم. وكمان الشنب بيخلي شكل الواحد مش حلو. اللحى زينة الشباب. رابع حاجة كنا بنتكلم عليها وتقليم الأظافر. الله. رابعا تقليم الأظافر التي يسبب بقاؤها تجمع الأوساخ فيها فتخالط الطعام فيحدث المرض. يعني احنا بنشوف ان في ناس بتربي ضوافرها وتلاقيها مليانة بالوسخات او الأوساخ، وديت بيبقى حتى شكلها لونها اسود مش نظيف وبتسبب الامراض. حتى يعني بعض البنات بيطولوها عشان يحطوا المونوكير والحاجات دي، طبعا برضه بتجيب اوساخ تحتها. ومش هي دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ان هو دايما عايز يخلينا في احسن شكل وان احنا مبسوطين وبنعمل حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى، وان احنا يبقى شكلنا حلو ونكون مختلفين عن بقية الامم. اللي بعد كده النقطة اللي بعد كده نطف الإبط. طبعا معروف يعني نطف الإبط اللي هو الشعر بيكون تحت الإبط اللي هو تحت الكتفين يعني، ولازم نشيل هذا الشعر لأنه يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة. حتى احنا بنستخدم أكس نيفيا مش عارف ايه، حاجات كتير بنستخدمها عشان نزيل هذه الرائحة. طب ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا الحل السهل البسيط النظيف ان احنا بنشيل نتف الإبط عشان يفضل هذا الرائحة لا يعني ما يبقاش فيه رائحة وتؤذي الآخرين. طيب هنشوف بقى ايه ما يؤخذ من الحديث. الذي يؤخذ من الحديث أن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير وتبعد عننا كل شر، زي ما أنا وضحت لكم وفهمتكم ان النبي عليه السلام وربنا سبحانه وتعالى عايزين لنا دايما الخير وعايزين لنا الحاجة اللي تكون نحن مبسوطين بيها. تاني حاجة ان هذه الخصال الخمس الكريمة من فطرة الله من ايام سيدنا ابراهيم ومن ايام سيدنا ادم عليه السلام. يعني دي خصال 5 كريمة التي يحبها ويأمر بها وقال اصحاب الاذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها. يعني الناس اللي هي مش عاجبها ال5 خصال الطيبين دول ناس عايزين يفضلوا في الحاجات الكريهة والحاجات اللي مش كويسة. ثالث حاجة ان الدين الاسلامي جاء بالنظافة والجمال والكمال، زي حتى في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه ان الله جميل يحب الجمال. فازاي يا جماعة ما نحافظش على ال5 خصال دول؟ لازم نحافظ عليهم ونوعي بيهم ونفكر بيهم اي حد ما بيستعملش هذه السنة الطاهرة. رقم 4
مشروعية تعاهد هذه الأشياء وعدم الغفلة عنها. لازم نخلي بالنا من الموضوع ده جدا يا جماعة، ان احنا ال5 حاجات دول نحاول نعملهم على أكمل وجه. العدد 5 هنا ليس حصرا، فإن مفهوم العدد ليس بحجة، وقد جاء في صحيح مسلم: وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر من أنواع الفطرة في كل موضع ما يناسبه. يعني وهنا وبرضو في حتة الكتاب هنا بيقولها أن اتفق العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة عدا الختان، فقد اختلفوا هل هو مستحب أو واجب، ومتى وقت وجوبه من عمر الإنسان، وهل هو واجب على الرجال والنساء أو على الرجال فقط. والصحيح من هذه الخلافات أنه واجب، وأن وجوبه على الرجال دون النساء، هو وجوبه على الرجال، وأن وقت وجوبه عند البلوغ، حينما يعني يكون في طهارة وفي صلاة. بس احنا طبعا بنعملها دلوقتي للأطفال وهم صغيرين، عشان يعني العلم والطب تقدم، فما بتسببش أي مشكلة، ما بتعملش أي مشكلة للناس. الحديث ده يا جماعة يجب ان احنا نهتم بيه جدا وناخد بالنا منه جدا، عشان ده مهم جدا. وفاصل وهنرجع لكم على طول. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حتة، راجعين تاني. بتموت في قصص الرعب؟ بتحب الالغاز اللي تحيرك وتخوفك في نفس الوقت؟ نفسك تسمع قصص خيالية وحقيقية كمان؟ مين اللي هتقعد تستناه علشان تسمع كل الكلام ده؟ محمد جويني في المحكمة يوم الأربع من الساعة 7 للساعة 8، ساعة كاملة هتترعب فيها على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. ورجعنا لكم تاني مع أحمد سنبل في دينك حياتك على راديو في السكة. ورجعنا لكم من الفاصل مع برنامج دينك حياتك. احنا اتكلمنا قبل الفاصل في ال5 حاجات اللي لازم اي مسلم يقوم بيها، وهي اللي احنا قلنا عليهم، اللي هو الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط. هنبتدي دلوقتي نخش في باب مهم جدا، اللي هو باب الغسل من الجنابة. احنا كنا فسرنا الجنابة والحيض بيجوا امتى ولكن هنا الكتاب جابها لنا بالتفصيل بقى، وبيقول لنا الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجنابة. لما احنا اتكلمنا عن باب المزي عشان الطهارة، الجنابة ديت يا جماعة بتحصل نتيجة تدفق، يعني ان الواحد بيستحلم ليلا او الجماع مع زوجته، وهنا يجب الغسل وهو خروج المني. تمام. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام هيبين لنا في الباب ده ازاي الاغتسال من الجنابة. انا هبتدي اقول لكم ازاي الاغتسال من الجنابة، وبعد كده هنخش في التفصيل بتاع الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الغسل بتاع الجنابة يا جماعة سهل وبسيط جدا. ان انت لما تحصل جنابة او ان كان في جماع بين الرجل والمرأة، هما الاتنين برضو الغسل ده للرجل وللمرأة. طب ازاي الغسل بيكون؟ انت بتخش الحمام، بيقوم الرجل بغسل ذكره، تمام، وبعد كده بتبتدي زي ما اكنك بتتوضى، بتقول بسم الله، تمام، وبتبتدي تتوضى الوضوء العادي اللي انت عارفه للصلاة دوت. الغسل ده اللي ورد عن النبي عليه السلام، اللي بتاخد فيه الحسنات والسنة عن النبي عليه السلام. بعد ما ان انت بتتوضى، بتبتدي تنزل زي ما بيقولوا تحت الدش، وبتبتدي تغسل الجانب الايمن الاول، بتغسله كويس، وبعد كده يعني دماغك مع نص جسمك، وبعد كده الجزء الايسر الناحية الشمال من اول دماغك لجسمك، تمام، لجسمك لغاية الاخر. وبعد كده بتخلي المية تنزل تحتها تعم جميع جسمك، تمام. ده الغسل الصحيح والغسل اللي هو عن النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب في حديث بقى، في احاديث كتيرة عن الجنابة، ومن الاحاديث دي برضو هتبين لنا حاجات مهمة جدا عن المسلم وعن ازاي يغتسل، وفي بعض الحاجات اللي هتظهر لنا وتبين لنا حاجات نستفيد منها، عشان دي احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهنبتدي في الحديث دوت اللي هو رقم 28، واللي هو بيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقياه في بعض طرق المدينة، لقياه قبله يعني وهو جنب، يعني سيدنا هريرة قبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب. قال فانتخست منه فذهبت فاغتسلت. يعني هي كلمة هنا بمعناها ان هو استخبى منه، شاف النبي عليه الصلاة والسلام معدي فهو استخبى منه. ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ده بيبين إن المؤمن لا ينجس. تمام. فهنا بس هو يعني إن هنا سيدنا هريرة رضي الله عنه يعني هو بيحب يجالس النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مكسوف إن هو يصافح ويجالس النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب، فلذلك هو استخبى من النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له انت فين؟ قال له والله انا كنت جنب وكنت خايف ان انا يعني اقابلك وانا نجس. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمنه وقال له ان المؤمن لا ينجس. هنبتدي نشوف بقى المعنى الاجمالي اللي الكتاب كتبه واللي انا هبتدي اشرحه لكم وافهمكم. ان هنا لقي ابو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق المدينة، صادف انه كان جنب، فكان من تعظيم للنبي وتكريمه إياه أنه كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحال. يعني فاستخبى من النبي عليه السلام واغتسل، ثم جاء إليه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله إلى أن أنت يعني كنت فين يعني فأخبره بحاله وأنه كره مجالسته على غير طهارة. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من حال أبو هريرة حين ظن نجاسة الجنب. يعني هي يا جماعة هو إن النجاسة دي حاجة وحشة جدا، ولكن المؤمن لا ينجس، بمعنى إن لما تحصل جنابة أو حاجة مش نظيفة وقعت عليه يبقى نجس، لا ده حاجة معنوية، حاجة إن احنا بنزلها بالمية، بس المؤمن في ذاته طاهر طهور وليس نجسا. وذهب ليغتسل وأخبره أن المؤمن لا ينجس على أي حال، مؤمن ده طاهر طهور دايما وربنا بيحبه ونفسه يدخله الجنة ربنا سبحانه وتعالى. ولكن دي حاجات كده دنيوية ربنا علمها لنا عشان نكون على أكمل وجه، ونكون يعني نتعلم النظافة والجمال والطهارة. ما يؤخذ بقى من الحديث كون الجنابة ليست نجاسة تحل البدن. تمام، الجنابة دي ليست نجاسة بتحل بالبدن. تاني حاجة كون الإنسان لا تنجس ذاته، لا حيا ولا ميت، الإنسان حي وميت مش نجس أبدا، ده مؤمن طاهر طهور، وليس معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو تحل به. عادي في نجاسة بتصيب الواحد أو يعني بتنجسه، بس دي مش تنجس البدن أو تنجسك أنت كشخصك، دي حاجة معنوية وبنزلها. فقد تكون عينة أي ذاتية منجسة إذا أصابته النجاسة وبنزيل هذه. رقم 3 جواز تأخير الغسل من الجنابة. مثلا أنا صحيت من النوم كنت جنب، أو الرجل جامع زوجته، أو الزوجة أو السيدة كان عليها الحيض أو كانت جنب برضو، فحصل إن هم ما كانش فيه صلاة وراهم أو ما فيش وقت صلاة، وأنا قعدت عايز اقعد شويه وبعدين اقوم اخد شاور جو ساقعه ورايا حاجه هعملها في البيت. في حديث عن النبي عليه السلام برضو في معناه قدام هيقابلنا، ان حتى لو الانسان جنب يحاول بس انه يتوضا، دي حاجه من سنه النبي عليه السلام، الانسان يكون جنب يتوضا بس ويقعد بقى بقيه اليوم عادي لو بالليل او بالنهار لغايه لما يجي ميعاد الصلاه، طبعا عشان ما ينفعش ان الواحد ياخر ميعاد الصلاه.
رابع حاجة تعظيم أهل الفضل والصلاح ومجالستهم على أحسن الهيئات. يعني أنت طبعا زي ما بتروح تقابل مديرك في الشغل أو رايح عندك ميتينج مهم جدا، بتلبس البدلة، بتسرح شعرك، بتحط البرفن الجميل. برضو سيدنا أبو هريرة لما كان رايح يقابل أعظم الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان عايز يروح وهو بيقابل النبي عليه السلام في أحسن حال وفي أشيك حال. ودوت بيفضل ان انت دايما لما تروح تجالس الصالحين وتقعد مع أهل الصلاح والفلاح يكون على أحسن حال وأحسن شكل. تمام، مش تروح بس الشغلانة أو حتى كمان النبي عليه السلام وصانا ان احنا لما نيجي نصلي ونروح المسجد، لو واحد مثلا واكل توم او بصل ما يروحش، لان النبي عليه السلام قال ان الملائكة بتتأذى وان المسلمين اللي واقف جنبه هيتأذوا. واحد مثلا شغال مثلا ميكانيكي او نقاش او حاجة معينة، برضو يخلي لبس للشغل ولبس للصلاة في المسجد او للصلاة عموما، لان انت بتروح في بيت ربنا وبتقابل ربنا سبحانه وتعالى اللي هو اللي خلقنا، لازم يكون على اكمل وجه ويكون شكلك حلو وريحتك طيبة. خامس حاجة هنا مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف، فقد أنكر النبي رضي الله عنه عن أبي هريرة ذهابه من غير علم. يعني النبي عليه السلام عشان بيحب سيدنا أبو هريرة وإن هو بيحبه دايما يكون معاه، فقال له أنت ليه رحت وما قلتليش؟ يعني كنت تقول لي وأنا يعني هقول لك العلم. لا، المؤمن لا ينجس. وأن الاستئذان من حسن الأدب. يعني هنا الحديث ده يا جماعة حلو قوي جدا، بيعلمنا ازاي ايه موضوع الجنابة، وان المؤمن لا ينجس، وان احنا لازم نستأذن يعني العلماء، او لو انت قاعد في مكان تستأذن. بيعلمنا حاجات كتيرة حلوة وطيبة. يا رب دايما اقدر اجيب لكم المفيد واقدر افيدكم بالمعلومات الدينية الصحيحة. انا مش بقول ان انا يعني البرنامج بتاعي يعني مش ان انا مثلا يعني متفقه قوي في الدين، ولكن انا انسان عادي زيكم، بحاول ان انا اتعلم واعلمكم معايا، بجيب الاحاديث الصحيحة اللي هي عن النبي عليه الصلاة والسلام وافسرها بطريقة بسيطة ومبسطة زي ما الكتاب قايلها، عشان نفهمها ونتعلمها ونكون دايما في احسن حال. وان شاء الله اشوفكم الحلقة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.